مانشستر يونايتد بيستغل طرد هديه من روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي علشان يرجع على الخط الصح كده ويقدر ان هو ينتصر على تشيلسي النهارده في ماتش صعب، وكان ممكن يبقى رحيل اموريم وبدايه النهايه من تاني. فصلي على النبي كده وتعالى احكي لك ايه اللي حصل في الماتش، واعمل لايك وفولو. يلا بينا. في بداية الماتش كده في أول 10 دقايق شفنا كرة من امبومو وهو داخل انفرادة مع الحارس، وشفنا سانشيز طالع وبيحاول إن هو يقطع الكرة ولكن بيشوط رجل امبومو وبيطرد وبتتحسب فاول وكأنه ركله جزاء. ما بيسجلش منه مانشستر يونايتد هدف، ولكن بيعقرب الماتش كده خالص على تشيلسي، وبيضطر ان هو ماريسكا بيغير كل خططه. شفناه بيروح مطلع استيفاو ومنزل الحارس التاني، وبعد كده كمان راح مطلع الجناح التاني نيتو وراح منزل توسون. فدي كانت غريبه قوي، يعني ان انت تطلع استيفاو وتنزل الحارس ماشي، لكن تطلع نيتو وتنزل توسون ليه؟ انا مش فاهم. والمصايب ما بتجيش فرادى، وكمان كول بالمر بيتصاب وبيخرج وبينزل مكانه لعيب تاني علشان يبقى في اول ربع ساعه او تلت ساعه تشيلسي عامل 3 تغييرات ومخلص على نفسه تغييرات كتير جدا ومدمر على نفسه الماتش، علشان مانشستر يونايتد الناحيه التانيه يستغل النقص العددي للاعيبه تشيلسي ويسجل هدفين، جون عن طريق برونو فرنانديز، والجون التاني يعني جون برونو فرنانديز ده تسلل على ثانيه يعني على لحظه، والجون التاني عن طريق كاسيميرو اللي ما حبش ان تشيلسي تكمل لحد اخر الماتش بنقص عددي، وبيطرد هو كمان في طرد غبي جدا علشان يرجع الماتش تاني 10 لعيبه قدام 10 لعيبه، وتشيلسي بتسجل هدف عن طريق تشالوبا علشان الماتش يرجع ل 2-1 ويتقلب الماتش ويشعلل كده في اخر 10 دقايق. وبس كان كل الفيديو النهارده. هل اموريم هيستغل الماتش ده ويبني عليه ويرجع تاني للطريق الصح، ولا يفضل في نفس الطريق بتاعه والاقاله قريبه لا محاله؟ وبس كان كل الفيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوفوا كل جديد عن فيفا وانا كنا عن الفانتسي. سلام.